بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من حواديت رياضية على HTV. وحشتونا، تأخرنا عليكم شوية ولكن كان لسبب صغير كده. تلفزيون حلوان جنوب العاصمة دلوقتي بقى HTV. قناة HTV هي تلفزيون حلوان جنوب العاصمة، ولكن كان في تغييرة صغيرة كده. لما قعدنا نقول جنوب العاصمة وحلوان حسينا ان احنا قناة تلفزيون حلوان محصورة جوه حلوان او جنوب العاصمة. قلنا لا، نخرج شوية ونوسع دايرة تلفزيون حلوان ونبقى في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي الغرب وفي كل حتة في مصر. عشان كده تلفزيون حلوان جنوب العاصمة بقى HTV. النهارده وحلقة جديدة من حواديت رياضية بنكلمكم بعد النادي الأهلي ما خلص مباراة العودة مع الترجي واتأهل رسميا للمباراة النهائية للمرة الرابعة على التوالي، ومستنيين طرف المباراة النهائية إن كان هيبقى الوداد المغربي أو صن داونز الجنوب إفريقي. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. النهارده هنتكلم عن النادي الأهلي ووصوله للمباراة النهائية لبطولة أفريقيا الجميلة السمراء، وكمان هنتكلم عن شوية البطولات اللي فاتت بالنسبة للنادي الأهلي. الكام يوم اللي غبنا عنكم فيها النادي الأهلي خد كاس مصر وخد السوبر المصري، ولغايه دلوقتي النادي الاهلي متصدر الدوري المصري ووصل لنهائي افريقيا. انتظرونا وحلقه جديده شيقه قويه بكل اهداف النادي الاهلي. انتظروني ولكن بعد الفاصل. رجعت لكم مرة تانية بعد الفاصل في حواديت رياضية على HTV، وعايزين نتكلم شوية مع جمهورنا عن النادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة اللي بنبارك له وبنبارك لجمهوره، بنبارك لمجلس إدارته بقيادة الأسطورة محمود الخطيب لوصوله للمرة الرابعة على التوالي لنهائي الجميلة السمراء. طبعا السنة اللي فاتت كلنا عارفين نهائي أفريقيا واللي حصل فيه والمؤامرة اللي اتكلمنا عليها إن كانت من الداخل أو من الخارج مع فريق الوداد اللي هو بكرة عنده مباراة مع صن داونز. صن داونز اللي اصبح فريق مرعب في افريقيا. طيب تسالني وتقول لي عايز تلاعب الوداد المغربي ولا تلاعب صن داونز؟ انا من وجهه نظري الفرقتين عندي ده او ده. النادي الاهلي ما بيتكلمش في طار وبس، لا بنتكلم انه ناس كتير اتكلمت ان احنا اتظلمنا السنه اللي فاتت مع الوداد، فهيبقى مهم جدا ان لو صعد الوداد للمباراه النهائيه ان احنا نلعبه ونكسب، والنادي الاهلي يثبت جدارته في الفوز على الوداد. وكمان غيرنا نظام المجموعات زي ما كان بيحصل زمان، ونظام النهائي كان بقالنا 3 سنين بنلعب مباراة واحدة، دلوقتي بقت مباراة ذهاب ومباراة عودة، يعني ماتش في المغرب وماتش في القاهرة أو ماتش في جنوب أفريقيا وماتش في القاهرة. فبالنسبة لنا الوداد أو صن داونز الاثنين زي بعض. طيب نرجع بقى شوية خطوتين لورا كده. النادي الأهلي اللي الفترة اللي فاتت بيعمل موسم استثنائي، فعلا موسم استثنائي للنادي الاهلي وجمهوره ومجلس ادارته، مش على مستوى كمان كرة القدم فقط، لا النادي الاهلي عامل حالة غريبة كده في الرياضة في مصر، خلى حتى ان الجمهور المنافس بيبعد شوية عن كرة القدم. لما يحس انه بعد عن منافسة كرة القدم بدأ يبقى فيه جمهور لكرة اليد وكرة الطايرة وكرة السلة. والنهاردة بنشوف كل الصالات مليانة في نهائي الدوري ونهائي الكاس ونهائي افريقيا لجميع الالعاب بتاعه الصالات. والنادي الاهلي اللي الفتره اللي فاتت فاز مع البنات في كره السله وكره اليد، وفاز مع الرجال في كره السله، ولسه كمان حاصلين على الدوري، وكان في بطوله افريقيا وصعدوا كمان لكاس العالم. فاذا هو موسم استثنائي للنادي الاهلي. النادي الاهلي وصل لنهائي كاس مصر لملاقاه يعني فرقه بيراميدز اللي بدات دلوقتي تبقى زيها زي الاهلي والزمالك، امكانيات لعيبه عندها سكواد عالي جدا من اللعيبه، يمكن من احسن السكوادات اللي موجوده في مصر مع النادي الاهلي والزمالك. والنادي الاهلي بيوصل النهائي مع نادي بيراميدز اللي في شويه حساسيه كده ما بين الفرقتين، بسبب طبعا زي ما كلنا عارفين موضوع رمضان صبحي، يمكن موضوع شريف اكرامي جايز، موضوع احمد فتحي ممكن. فكانت مباراه في نهائي كاس مصر ما بين الاهلي وبيراميدز، وفاز النادي الاهلي على بيراميدز 2-1. المباراة بدأت بشكل غريب جدا، ان بيراميدز في التوقيت اللي النادي الاهلي فيه ضاغط وبيعدي وبيروح وبيضيع فرص كتير، في غفلة كده من دفاع النادي الاهلي بيحرز نادي بيراميدز زي ما احنا شايفين الهدف الاول لفريق بيراميدز، وبيتقدم على النادي الاهلي وبيقلق جمهور النادي الاهلي، ولكن انتفاضة وريمونتادا سريعة جدا للنادي الاهلي بهدف من الفولت العالي اللي مكسر الدنيا، نجم الشباك الفترة اللي فاتت محمود كهربا، اللي ما فيش كلام في مصر في الرياضة غير على محمود كهربا. بيحرز محمود كهربا
بسرعه جدا هدف العوده والتعادل مع النادي الاهلي بينه وبين بيراميدز. وفجاه وفي نهايه المباراه تمريره حلوه جدا 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 ساحره من حسين الشحات للديفندر العصري حمدي فتحي، اللي بقى مهم جدا في نص ملعب النادي الاهلي، اللي يعتبر الفتره اللي فاتت هو احسن لعيب في النادي الاهلي. من فتره كبيره او من سنه او من سنتين كنا بنقول انه عمرو السوليه احسن لاعب في مصر واحسن لاعب في النادي الاهلي. حمدي فتحي احسن لاعب الفتره اللي فاتت، وبيحرز حمدي فتحي الهدف الثاني للنادي الاهلي، يفوز النادي الاهلي ببطوله كاس مصر. بعدها حصل حاجه غريبه كده، انه نادي الزمالك المفروض ان هو هيلاعب النادي الاهلي في الامارات في استاد محمد بن زايد على السوبر المصري، وتعودنا انه طرفي النهائي الاهلي والزمالك، ادي بطل الكاس بطل الدوري، يلا بينا نروح نلعب في الامارات. فجاه بنلاقي مجلس اداره نادي الزمالك بياخد قرار غريب جدا، قرار غريب بالانسحاب. ناس بتقول بالاعتذار وناس بتقول بالانسحاب. لا، نتكلم بصراحه ونقول انه فعلا انسحاب. هم قالوا كنادي زمالك ان هم معترضين على عقوبه كهرباء او تاخير اعلان العقوبه اللي النادي الاهلي فيها تظلم على لجنه الانضباط. طيب، سؤال لجمهور النادي الزمالك اللي بيفهم كوره، الجمهور المحايد، او سؤال لمجلس الاداره، انتوا دلوقتي حصل انسحاب بسبب كهرباء ومش هتلعبوا ماتش السوبر اللي انتوا ما لعبتوش فعلا. طب يا ترى نادي الزمالك هينسحب من الدوري؟ ما هو كهرباء بيلعب في الدوري. يا ترى نادي الزمالك هينسحب من الكاس؟ ما هو كهرباء بيلعب في الكاس. ولا هو الحقيقه ان المستوى الفني لنادي الزمالك في التوقيت ده هو كان السبب الرئيسي ان نادي الزمالك ياخد قرار بان هو ما يلعبش ماتش السوبر؟ وشفنا ده كمان تدعيم من النجوم القدامى اللي كانوا موجودين في نادي الزمالك، كلهم كانوا موافقين على قرار الانسحاب. واتحاد الكوره وجه الدعوه لنادي بيراميدز عشان يلاعب النادي الاهلي ويكون الطرف الثاني في السوبر المصري. وبتلاعب السوبر المصري في الامارات بشكل جميل جدا، وجمهور النادي الاهلي بيملى استاد محمد بن زايد. خد تذاكر جمهور النادي الاهلي، وتذاكر اللي كانت مفروض تروح لجماهير نادي الزمالك خدها كمان جمهور النادي الاهلي، وكان اللون الاحمر هو اللي مالي استاد محمد بن زايد. والنادي الاهلي بيفوز بالسوبر المصري اللي كان في الامارات بهدف لنجمه اسرع ديليفري في مصر علي معلول من ضربه جزاء، واصبح النادي الاهلي هو بطل الكاس وبطل السوبر. وبعد كده دخل النادي الاهلي على مهمه صعبه جدا، وهي مباراه الترجي في تونس، وكانت مباراه مش سهله. هنتكلم على اللي حصل في تونس واللي حصل في ماتش الترجي، ولكن بعد الفاصل. رجعت لكم تاني بعد الفاصل، وكنا اتكلمنا عن النادي الاهلي وفوزه بكاس مصر وفوزه بكاس السوبر، واصبح النادي الاهلي في مهمه صعبه جدا امام الترجي التونسي. ولكن يعني ايراد حظ ولا فدان شطاره، ده اللي قاله كل جمهور النادي الاهلي لما حصل شغب كتير جدا في مباراه الترجي في تونس الاخيره قبل النادي الاهلي، وكمان جاله عقوبه انه يلعب من غير جمهور. يا فرحتك يا جمهور النادي الاهلي. ليه بقى؟ لانه جمهور في تونس زي الجمهور في مصر كده، بيفرق جدا مع اللعيبه. يعني كلنا شفنا في ماتش الاهلي والهلال السوداني هنا لما كسبنا الهلال السوداني 3 وال50,000 وال60,000 وال100,000 اللي كانوا موجودين في المدرج قد ايه فرقوا مع النادي الاهلي. فكانت عقوبه الكاف على الترجي التونسي ان هو يلعب مباراه النادي الاهلي بدون جمهور. وفعلا الترجي التونسي كان عنده غيابات كتيره جدا، من بدايه من الحارس بن شريفيه ولاعيبه كتير مؤثره في نادي الترجي التونسي. والنادي الاهلي كان رايح مركز جدا 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 عشان الجنوب افريقي بيرسي تاو يبدا ويفتتح اهداف النادي الاهلي، ويبدا بجون مهم جدا. الافتتاحيه كانت مهمه جدا للنادي الاهلي، المدرجات خاويه، وده ادى فرصه للعيبه النادي الاهلي انها تسيطر على نص الملعب وتمسك كوره وتروح، وبيرسي تاو بيحرز الهدف الاول للنادي الاهلي. ومش كده وبس، الشوط الثاني النادي الاهلي بيحرز هدفين، هدف ثاني برضه لبيرسي تاو، اللعيب اللي الفتره اللي فاتت كانت في انتقادات عليه كتيره جدا، ولكن راهن عليه مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، وتقريبا كسب الرهان مع بيرسي تاو ومع جمهور النادي الاهلي. وبيحرز بيرسي تاو هدفه الثاني في الترجي التونسي، هدف جميل جدا جدا جدا. ما ينفعش
الموضوع يعدي كده من غير ما كهربا يدينا واحده من الفولت العالي بتاعه. راح حسين الشحات وعدى ومر وعمل كرة عرضية حلوة جدا للمتألق جدا الفترة اللي فاتت محمود كهربا، اللي ضيع فرصة في الشوط الأولاني ما تضيعش، ولكن محمود كهربا بيحط الهدف الثالث للنادي الأهلي ليفوز النادي الأهلي على الترجي في تونس في استاد رادس في عقر داره ب3 أهداف مقابل لا شيء. طبعا نتيجة كانت يعني كبيرة جدا، النادي الأهلي بيكسب فريق تونسي، والترجي الفريق الكبير جدا في تونس بيكسبوا 3-0 في ملعبه. كانت نتيجة مهمة جدا. النادي الأهلي خلاص عنده مباراة العودة في ارتياحية، في راحة، في طمأنينة، ولكن الراجل مارسيل كولر كلنا فكرنا غير ما هو فكر خالص. تتفرج على سؤال تحليلية وتسأل لعيبة الكورة وتسأل المدربين القدامى هيعمل ايه؟ كل الناس قالت هيريح لعيبه كتيره جدا اللي عندها الانذارات واللي مهدد ان هو يغيب عن اللقاء الثاني بسبب الانذار الثاني، او انه عايز يريح بعض اللعيبه. فجئنا النهارده الراجل كولر بيلعب بنفس التشكيل اللي لعب بيه ماتش الذهاب، باستثناء علي لطفي اللي لعب النهارده على حساب محمد الشناوي المصاب، اللي بنتمنى له الشفاء العاجل عشان يبقى موجود ويحرس عرين النادي الاهلي في النهائي. ويفوز النادي الاهلي في مباراه العوده بهدف واحد على الترجي، بهدف حسين الشحات اللي عدى من ناحيه شمال بتمريره رائعه من بيرستاو، وبيعدي الراجل وبيحطها برجله الشمال في اخر حته في الجون. ومجموع اللقاءين النادي الاهلي بيفوز على الترجي التونسي بنتيجه 4-0، وبنبارك للنادي الاهلي وصوله للمباراه النهائيه. نتمنى من كل قلوبنا وكل دعوات المصريين للنادي الاهلي في النهائي ايا كان مين طرف النهائي، النادي الاهلي يحصل على بطوله افريقيا للمره ال11 في تاريخه. النهارده بنبارك للنادي الاهلي، بنقول له مبروك، مبروك لكل لعيبته الرجاله، مبروك للجهاز الفني، مبروك لمجلس ادارته بقياده الاسطوره محمود الخطيب. وعايزين نقول حاجه كمان، الروح الرياضيه بقى خلاص، اللي وصل نهائي النهارده النادي الاهلي، مش عايزين نقول بقى اهلي زمالك ولا يبقى فيه التعصب اللي قلنا عليه، كله ورا النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده 3 ماتشات في الدوري المصري، بعد ال3 ماتشات دول يا ترى النادي الاهلي هيبقى فيه اجهاد، يا ترى اتحاد الكوره هيأجل له ماتشاته، ده اللي هنشوفه الفتره اللي جايه. نتمنى للنادي الاهلي التوفيق، ونتمنى للنادي الاهلي حصوله على بطوله افريقيا للمره ال11 ان شاء الله. كنت حابب اقول لحضراتكم ان تاني مره تانيه ان تلفزيون حلوان جنوب العاصمه هو HTV. غبنا شويه عنكم عشان نرجع لكم بالتغييره الصغيره دي، وزي ما عودناكم HTV هيبقى موجود معاكم ومعانا في كل حته في مصر. موجودين بنغطي كل المحافل، بنتكلم عن كل البطولات، بنتكلم عن كل الهيئات الشبابيه اللي موجوده وكل البطولات اللي موجوده في مصر، وكمان بنغطي كل الالعاب الرياضيه الفرديه والجماعيه وبطولات اي فريق مصري زي النادي الاهلي احنا وراه. يا رب تكونوا انبسطتوا من حلقه النهارده ومن اهداف النادي الاهلي في الكاس وفي السوبر وكمان في افريقيا، ويا رب نشوف اهداف اكتر واكتر في النهائي، وان شاء الله نقف معاكم زي كل سنه ونحتفل بالنادي الاهلي وهو بيرفع كاس الجميله السمراء. من هنا حابب اشكر دائم الابداع الاستاذ محمد صلاح، وبشكر كل جمهوري اللي على طول متابعني ومستنيكم ومستني تعليقاتكم، واللي عنده اي حاجه عايز يقولها لنا اتفضل على صفحتنا على الفيسبوك وعلى جروب تلفزيون HTV وكمان على قناتنا قناه HTV على اليوتيوب. إلى كل جمهوري جمهور حواديت رياضية، انتظروني وحلقات جديدة قوية من حواديت رياضية، وإلى اللقاء.